هو يقول هناك بعض العمالة برواتبهم ما يقارب 1500 ريال أو تزيد أو تنقص. بالنسبة لوضعهم في هذا البلد يعتبرون فقراء، لكن في وضعهم في بلدانهم يعتبر راتب هذا راتب جيد بالنسبة لهم. فكيف يعني يحسب أنهم مستحقون للزكاة أو لا بناء على معيار ما يأخذونه من الرواتب الشهرية؟ إذا كان دخله لا يكفيه لآخر الشهر فإنه مستحق، فينظر لمصاريفه ولمن ينفق عليه ولأحواله. فإذا كان مظنة فقر وحاجة ويغلب على الظن أن راتبه لا يدخر منه شيئا وإنما يسدد به هذه النفقات وهذه المستلزمات فهو مستحق للزكاة. وهذا هو الغالب. الغالب أنه ما تغرب ولا ترك بلده وأهله وأطفاله وأسرته إلا وهو محتاج، فالغالب هم مظنة الفقر والحاجة. لكن مع ذلك ينبغي أن يبين له أن هذه زكاة، ويجتهد من يعطيه في الزكاة، من يعطيه الزكاة يجتهد في معرفة حاله وأنه مستحق للزكاة بالقرائن. لكن القاعدة في من لم يظهر عليه غنى وهل يعطى من الزكاة أم لا، وسأل الزكاة أو حتى أراد الإنسان أن يعطيه، القاعدة في هذا أنه يعطى، لكن إذا شك الإنسان فيه يعظه بما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين، قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالعبرة إذن بظاهر الحال، إذا ظهر من حاله أنه محتاج ولم يظهر عليه غنى فيجوز إعطاؤه من الزكاة. لكن إذا شككت في حاله قل هذه زكاة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقد ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وذكر معنى لطيفا في هذه المسألة، وهو أننا لو طالبنا الفقير أو المسكين بالبينة المثبتة لفقره لترتب على هذا حرمان كثير من الفقراء من الزكاة، وهذه مفسدة. أما إذا أعطينا الفقير أو المسكين بما ظهر لنا من حاله فهذا أيضا قد يترتب عليه مفسدة، وهي إعطاء الزكاة من لا يستحقها. لكن مفسدة حرمان الفقير من الزكاة أشد من مفسدة إعطاء الزكاة من لا يستحقها، ولذلك فإنه يعطى إذا لم يظهر عليه غنى. هذا هو الذي يدل له مجموع النصوص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجلان شابان جلدان قويان صعد النظر فيهما ثم قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالعبرة إذن بظاهر الحال، ولا يلزم الإنسان أن يصل إلى درجة اليقين في أن هذا فقير أو مسكين، لأن الفقر أمر خفي. ولهذا قال الفقهاء إذا دفع زكاته لغني ظنه فقيرا أجزأ، وعللوا ذلك قالوا لأن الفقر أمر خفي وقد يدعي الفقر من ليس بفقير، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. يعني بعض الناس يتحرج يقول أنا أريد أن أعطي فلانا لكن أخشى أنه ليس مستحقا. نقول العبرة بالظاهر، إذا غلب على ظنك أنه مستحق فأعطه وقد برئت ذمتك. نعم. ثم تقع المسؤولية عليه هو، فإن كان غير مستحق فالإثم عليه. ومن أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يأخذ جمرا فليستقل أو ليستكثر. نعم. نعم.